أهلا بيكم. خلاص رمضان على الأبواب، فاضله كام يوم. كل سنة وانتوا طيبين وبألف صحة وسلامة يا رب. فلازم لا غنى عن طبق الفول في شهر رمضان على السحور. هو كده اللي بيسلب معانا وبيخلي يوم الصيام يبقى خفيف. تعالوا نشوف عملناه في البيت ازاي، أنضف وأرخص وأسهل وجميل جدا. تعالوا نشوف عملناه ازاي. بجيب فول للتدميس من عند العطار أو من السوبر ماركت زي ما تحبي أو زي المتوفر جنبك، وهبتدي أنقيه كويس قوي عشان لو في زلطة في فولة مش كويسة أشيلها. بعد ما أنقيه هبتدي أضيف عليه المية وأنقعه. أنا صراحة نقعته لمدة يوم كامل لأني كنت بعمل شوية حاجات فسبته في المية. انتي ممكن تنقعيه من بالليل وتصحي تعمليه الصبح. هنحتاج هنا مع الفول هنحتاج ربع كيلو من العدس الأصفر وربع كيلو من الفول المدشوش، وده شكله بعد ما نقعته تقريبا يوم كامل. سهل معايا في الوقت وسهل معايا ان هو يستوي بسرعة على النار، ما خدش وقت. هبتدي اضيف كل المكونات على بعضها واقلبها ونبتدي نحطه. عندك دماسة فول ماشي اوكي، عندك حلة برضو اوكي، الاتنين متاح والاتنين هيطلع نفس الطعم والاتنين هما نفس، يعني ما تتعبيش نفسك وتشتري دماسة لو ما عندكيش. انا هنا دي دماسة مامتي خدتها وعملت فيها الفول، وبرضو بقيت الكمية عملتها في حلة عشان اوريكم الاتنين، وعشان الكمية مش هينفع احط كمية الكيلو كله في الدماسة لانه هيفور بعد ما اضيف له الميه. زودت عليه ميه عاديه من الحنفيه وبعدين هبتدي احطه على النار لحد ما يغلي شويه كده، وبعدين اهدي النار عليه خالص عشان ما يشطش من تحت. بعد ما هتوطي عليه النار مش هنسيبه خالص، كل ساعة أو كل شوية كده هنقعد نقلبه ونشوف محتاج مية تاني نزود. أنا بعد ساعة أو ساعتين من السوا كده زودت عليه معلقة بابريكا، ده بتخلي اللون بتاعه حلو وبتخليه يبقى لونه جميل وما بتديش أي طعم، هي بس مجرد بتديله لون حلو. وده شكل الفول بتاعنا بعد ما استوى. أنا سبته يدوب 4 ساعات على النار. هنبتدي دلوقتي نحط بقى، نعمل تركاية اللي مش هتخليه يسود منك خالص، الوش مش هيغمق ولا اي حاجة. هجيب عصير ليمون وابتدي اضيفه على الفول واقلبه كويس قوي. ممكن بعد ما تقلبيه تسيبي شوية عصير ليمون برضو على الوش تاني عشان ما الوش ما يسودش معاكي. هو كده كده يا جماعة الفول بيأكسد، دي حاجة طبيعية، يعني مش حاجة انتي عاملاها غلط فانتي عايزة تعالجيها، لكن الخطوة بتاعة الليمون دي بتضيع السواد بتاع وش الفول ده خالص. او كمان ممكن اللي هو حتى لو اغمق سنة ما بيبقاش اللون الاسود المش محبب عند كلنا ده. فده برضو الفول بتاع الدماسة، بصوا شكله عامل ازاي. انا عشان سبته كتير في المية فالفولة مع الفول المدشوش عملت القوام الجميل اللي انتوا شايفينه ده. هحط برضو هنا عصير الليمون واقلبه، ممكن اسيب شوية عصير ليمون على الوش عشان ما يغمقش. هنا بصوا كمية المية قد ايه. كمية المية دي طول ما انتي مغطية الحلة وقافلة عليها حتى لو طافية النار هتلاقي الفول بيتشربها وبيتقل معاكي، فحاولي تسيبي فيه كمية مية، ما تخافيش مش هتخف ابدا كده، هتتقل معاكي كل ما يبرد. بصوا تقل هنا ازاي، انا سبته ما عملتش فيه اي حاجة، ما يدوب غطيت الحلة فتقل. هنبتدي بقى نفرز الفول بتاعنا. انا هنا عندي علب بلاستيك بتاعت اي حاجة قديمة عندك، اغسليها كويس ويكون غطاها محكم بيتقفل كويس، وهبتدي احط الفول بتاعي وافرزه في الفريزر، ما بيجرالوش اي حاجة وطعمه كمان مش بيغير ابدا. زي ما قلتلك انتي عايزة قوام الفول اخف من كده، سيبي المية كتير وانتي بعد ما يستوي الفول خلي فيه مية كتير، ما تنشفيش المية قوي، قوامه هيبقى خفيف معاكي. انا هنا ما حبيتش ان انا اضربه في الخلاط عشان يتهرس، لان هو كان اوريدي منقوع كفاية، فهو والفول المدشوش كمان فاداله قوام حلو، والفولاية استوت معايا حلوة قوي، فانا مش محتاجة هنا ان انا اديله هرسة في الكبة او في الخلاط. هو كده كفاية قوي، كمان لسه هيطلع من الفريزر فهيبقى كافي قوي، يدوب بالشوكة كده نقلبه. ابتدي اجهز معاكم طبق فول الجميل اللي احنا مشتاقين له كده وداخلين عليه رمضان ان شاء الله.
تعالوا بقى نوضب طبق فول كده وهو لسه نازل من على النار وفريش وطازة وسخن وجميل، نوضبه كده. انا كمان ان شاء الله ناوية صيام، فان شاء الله هتسحر بيه بقى. رشة كمون وشوية ملح وعليهم نص ليمونة، معلقة زيت، زيت عادي، زيت حار، زيت زيتون، اي حاجة اللي انتي بتحبي طعمه. وكمان ما ننساش الطحينة. هتاكلي طبق تحفة وادعيلي. هاقول لكم كمان على تركاية يا جماعة، لما تيجي توضبي الفول اللي هو تتبليه يعني، ما تتبليهوش وهو على النار. يعني لو انتي بتسخنيه في حلة او في طبق او في كسرولة اي حاجة، المهم ما تتبليهوش وهو على النار. خاصة الليمون والزيت، يعني الليمون والزيت ممكن تحطيهم في الطبق بتاع التقديم. بعد ما تسخني الفول ابتدي ضيفي الليمون والزيت في الطبق مش في الحلة، لان طعمهم بيتغير وبيختفي تقريبا، الليمون طعمه بيروح خالص لو انتي عملتيه على النار. فجربي كده تتبلي الفول في الطبق التقديم وشوفي، هتحسي ان طعمه فارق قوي عن لما بتتبليه وهو على النار. الفول يا جماعة بصوا، بعد ما تبلناه هو مش محتاج ان هو اهرسه في كبة او حاجة. لو انت عايزة الفولة صحيحة زي ما هي، قللي الساعات النقع بتاعته، يعني مثلا نقعيه 6 ساعات 8 ساعات، قللي الساعات دي. بس بجد يا جماعة جميل وطعمه حلو قوي. والفول المدشوش كمان بيديله طعم الفول، يعني انا عايزة احس ان انا باكل فول. في ناس بتحط رز، بس انا دقته قبل كده طعمه مش لطيف خالص الرز مع الفول. انا عايزة احس ان انا باكل فول، مش باكل رز. ما الرز بناكله عادي في اي وقت وعلى طول، لكن الفول المدشوش انا كده كده ده اسمه فول وده فول، وهو نفس النوع اللي انا حاطاه فيه يعني. فجربوه قولوا لي طلع معاكم عامل ازاي. بصوا يا جماعة، ده شكل الحلة. الفول ملزقش خالص فيها، دي حلة ستانلس. على عكس الدماسة لا، لزق شوية من تحت، وكمان بتزهقنا واحنا بنقلب، ما بتبقاش واسعة كده. فأنا شايفة ان الاتنين واحد في نفس السوا نفس الفول زي ما هو طالع. لكن بالعكس الستانلس كمان ملزقش فيها زي الدماسة. ودي كده علب الفول، ممكن تاخديها بقى، تاخدي منها كمية، تاخديها كلها براحتك. وبرضو عملنا برضو فرزناهم في اكياس عادية اللي احنا متعودين عليها، اكياس التلاجة لو حابين. وده طبق الفول اللي احنا جهزناه سوا. اتمنى تكون وصفتنا النهاردة عجبتكم، ويا ريت تقولولي انتوا لما بتدمسوا الفول بتعملوه ازاي، قولولنا على الطريقة برضو نستفاد من بعض. ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة. أتمنى تكون وصفتي عجبتكم النهاردة. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وكومنت واشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل الفيديوهات الجديد. ورمضان كريم علينا وعليكم، وكل سنة وانتم طيبين، وسلام عليكم.